مراجعة وتقييم لأجدد 4 مسلسلات نزلوا الفترة دي. تعالوا بينا نشوف ايه هو فيهم اللي يستحق المشاهدة، وهل فيهم حاجات اي كلام. ولو انتوا خايفين ان هو يكون في حرق، مش هيكون في حرق خالص، عشان لو حابين ان انتوا تتفرجوا على حاجة فيهم. يلا بينا. اول مسلسل هو مسلسل المدينة البعيدة. المسلسل ده من اول ما نزل وهو عامل قلق وضجة كبيرة جدا، ومحقق ريت عالي جدا لدرجة ان هو خد الصدارة من كل المسلسلات اللي موجودة على الساحة لمدة 4 أسابيع لحد دلوقتي. هو اللي محتل الصدارة. المسلسل طبعا متاخد من النسخة السوري الهيبة، والهيبة ده كان ليه هيبة لوحده كده، وجي كمان عليه الطابع التركي او الدراما التركية لما جت ياخدوه يعني بالطريقة التركية بتاعتهم. ليهم بقى نمط خاص وليهم دراما خاص فيها. وكمان التصوير بتاع المسلسل ده موجود في مدينة ماردين، فهي من المدن اللي ليها طابع خاص فيها. وتحس دايما كده التصوير في مدن زي ماردين وكابادوكيا بيكون ليها نمط وطابع خاص فيها، بتحسسك بأجواء تصوير مختلفة كده، بتبقى قاعد يعني مبسوط بالمناظر اللي انت عمال تشوفها، وبتخش معاهم في الجو بتاع المسلسل، فبتكون مرتاح وانت قاعد بتتفرج على حاجة زي دي. والقصة بتاعته طبعا حلوة جدا. لو هنتكلم بقى كمان على الكاست بتاع الممثلين، فأوزان أكابابا يعني ده محدش يعرف يتكلم عليه. تحس ان هو اللي عامل للدور وزن، يعني هو الدور عادي لكن هو جه مثله عمل له وزن كده وتقل ليه من كتر ما هو فظيع في التمثيل. وناس كتير جدا بتحبه. هو فعلا تحس ان يعني اللي اختار اوزان أكابابا للدور ده عبقري. كمان برضو عندنا سينام أونسال، انا مش شايفة ان حد غيرها كان ينفع ان هي تقوم بالدور ده. مدية كاريزما للشخصية فظيعة، تحس كده وانت عمال بتتفرج عليهم انتوا مش بتمثلوا، يعني انا هاجي اعيش معاكم في الاجواء بتاعتكم. فمدين اجواء حلوه جدا جدا للمسلسل ده. عندي بس ملحوظه على الكتابات والحوارات والسيناريو والكلام ده. طبعا النسخه السوريه زي ما احنا عارفين اول اللي شافها كانت الحلقة بتكون تقريبا 40 دقيقة، لكن هتيجي بقى تنقلها للنمط التركي والمط والحشو اللي بيحصل فيه، بتلاقي ان الحلقة 1:50 دقيقة. فأكيد ان يعني هيبقى لازم تحط بقى شوية حشوات، وتحط بقى حاجات كده فلفل وشطة من عندك والكلام ده، علشان تبدأ ان انت تطول في مدة الحلقة. ان يعني 1:50 دقيقة ل40 دقيقة مش هينفع. طب انا هخلص السيناريو والحوار بتاع النسخة السوري وبعد كده هعمل ايه؟ وهم دايما بيلوصوا في الحتة دي، ان هم لما بياخدوا مسلسل مقتبس من حاجة كوري، مقتبس من حاجة سوري، من اي حاجة من امريكي او الكلام ده، بتبقى دايما مدة الحلقة صغيرة في الحاجات دي. بيجوا هم بقى يطولوا ويمدوا ويحشوا، فتحس ان في حوارات ملهاش لازمة في الموضوع، او اللي هي كانت تخلص في ثانية هم بيخلوا الثانية دي دقيقة كاملة. فيعني هي بس دي الحاجة اللي مش هتبقى لذيذة قوي. بس يعني نأمل ان هم يطوروا في الكتابات اكتر وفي طريقة الحوارات اكتر، عشان تخليك مستمتع وانت بتكمل المسلسل ما تملش فيه. اما بقى الموسيقى التصويرية فهي تحفة خيالية، يعني كل حاجة فيها حلوة، ما عدا برضو حاجة بسيطة جدا، انهم اخدوا جزء او مقطوعة من مسلسل وادي الذئاب. يعني هم خدوا حتة كده من مقطوعة وادي الذئاب، ما كانش ليها لازمة. يعني كملوا انتوا، ضيفوا اعملوا الحاجة اللي يعني ما تبقاش واخد من مسلسل تاني، خلي ليك ان انت في حاجة مميزة او تميز بيها المسلسل. اما بالنسبة للاخراج هنا فبصراحة هو يعني عادي، ولا حلو ولا وحش. بس يعني انا متوقعه بالنسبه ان الريت او المسلسل حقق ريت عالي قوي كده، هيبداوا ان هم ممكن يغيروا في يعني الكاتبه بتاع المسلسل ممكن يتغير، وكمان الاخراج ممكن يجيبوا له احسن مخرجين، بما ان هو اللي محقق اعلى ريت لحد الان. اما بصوره عامه عن المسلسل، فالمسلسل حلو جدا، هتستمتع وانت بتتفرج عليه. وعشان ادي تقييم معين للمسلسل ده، في رأيي أنا كسارة يعني 7.5-8 بالكتير. ممكن بعد كده ان هو يتحسن لو عملوا حاجات في الإخراج أو الكاتب اتغير أو كده، ممكن بعد كده ان هو يزيد. تاني مسلسل هو مسلسل أمي أنقرة. المسلسل ده يعني انا مندمجه معاه جدا جدا. انا عن نفسي بحب دايما المسلسلات اللي بتكون فيها حقبه زمنيه، وبنتفرج بقى على الاحداث اللي بتبقى حصلت في وقت مثلا احنا ما كناش موجودين فيه. بس انا عن نفسي الحقبه دي يعني تقريبا كنت موجوده بس كنت صغيره، لان هو بيتكلم عن الفتره بتاع اخر الثمانينات واول التسعينات. فطبعا في ناس مننا كتير ما حضروش الحقبه دي او ما كانوش يعرفوا عنها حاجه. وانتوا بتتفرجوا على المسلسل هتحسوا ان انتوا عايشين جوه اجواء الحقبه دي، لان هم مهتمين بتفاصيل كتير جدا فيها تخليك وانت قاعد بتتفرج
انا عارف كل حاجة عن الحقبة، انا عايش معاهم، انا مندمج معاهم في الاحداث. وكمان برجوازار من الممثلات اللي يعني مفيش كلام عليها، انا بحبها جدا من اول ما طلعت، وهي ممثلة فظيعة بتوصل لك كل حاجة بالاحساس بتاعها، ويعني تحس انها ما بتمثلش. انا حاسة ان هي واحدة انا عارفاها بتحكي لي قصة او بتحكي لي حاجة ان هي عاشت فيها. فالمسلسل حلو جدا جدا جدا، وخصوصا كمان الجزء بتاع الافتتاحية بتاع المسلسل اللي بدأوا بيه. يعني ادوك الهدف من المسلسل ايه او الرسالة بتاع المسلسل ايه من اول ما بدأ، لما هي راحت للدكتور علشان حامل، وبيبدأ ان هو يتكلم معاها وشايف ان هي معاها طفلين، وشايف ان هي بقى يعني واحدة عندها 41 سنة. فانتي كده تعتبري ان انتي كبرتي في السن يعني على الخلفة او كده، وكمان انتي مريضة سكر. فيعني ملوش لازمة، بيقول لها ملوش لازمة ان انتي تجيبي الطفل ده، احنا هنجهضه وانتي كده كده عندك طفلين تانيين. فتشوفوا بقى التحول اللي هي تحولته من ان هي كانت قاعده بتتكلم وهاديه وبتحاول تبان ان هي هاديه، لان هي العصبيه اللي اتحولت ليها لما قال لها كده وايه اللي جهدي ابنك. تحس بقى ان هو اداك غريزة الامومة، وان هي برغم ان هي مريضة فهي بتفكر في الطفل وبتفكر في ولادها ومش بتفكر في نفسها. فهي دي اصلا رسالة المسلسل. هو المسلسل عنوانه امي انقرة، وانت اديتني ان امي دي هي كل حاجة في حياتي، وهي اللي بتضحي علشان ولادها وبتنسى نفسها. فاداك كل حاجة في مشهد الافتتاحية، اداك السر بتاع المسلسل هيكون ايه، وقد ايه الام بتكافح علشان ولادها، وده النمط اللي هيمشي عليه المسلسل. بكمان ان هم مركزين على كل حاجة في تفاصيل الحقبة دي، فالاخراج كان حلو جدا، مركز لك على كل حاجة موجودة في الفترة الزمنية اللي هم بيتكلموا فيها في المسلسل. فانت مش حاسس ان انت بعيد عنه او بعيد عن الاجواء دي، بالعكس انت اندمجت معاها. لكن بالنسبة للموسيقى التصويرية اللي كانت موجودة في المسلسل فهي مش واو، يعني هي مش وحشة ومش فظيعة. يعني بمعنى ايه، ان احنا مثلا ممكن مسلسلات معينة لما تسمع الموسيقى بتاعتها الموسيقى دي بتاعت مسلسل كذا، فهي لسه ما وصلناش في المسلسل ده ان انا ممكن لما اسمع الموسيقى بتاعته اعرف ان ده مسلسل مثلا امي انقرة، مش الحاجة اللي هي معلقة معاك او تعلق معاك في ودنك تعلم بيها المسلسل. بالنسبة للتقييم بتاعي للمسلسل ده، انا بحبه جدا، وناويه ان انا يعني اكمله، ويا رب يفضل الريت بتاعه يعلى على طول، لان لازم الريت بتاعه عشان دايما تصوير الحقبه بيبقى التكلفه بتاعها عاليه. فانا هديله 9/10. تالت مسلسل وهو مسلسل المشردون. المسلسل ده انا ما كنتش متوقعه انه هيبقى بالجمال ده. يعني اول ما نزلت الاعلانات بتاعه هو ماشي، اندمجنا مع الاعلانات، عرفنا ان القصة هتبقى ايه، لكن ان هو معمول بالطريقة دي حلو جدا، بيخليك طول ما انت قاعد بتتفرج عليه من اول ما بيبدأ المسلسل في اسئلة كتير بتدور في دماغك. عايز تعرف هي الناس دي ليه كانت موجودة في الغابة؟ طب وازاي ان هم موجودين في الغابة الفترة دي كلها؟ اتحملوا ده كله ازاي؟ طب عايشين حياتهم ازاي؟ ولما بعد كده كمان بيتنقلوا للحياة المدينة بتشوف اسلوبهم اللي هو مش متحملين، حاسين ان في حاجة غلط. هم راحوا من مكان كانوا متعودين عليه او عايشين فيه طول فترة حياتهم لمكان جديد غريب عنهم. الاصوات الدوشة بتضايقهم، حتى صوت كلاكسات العربيات مش طايقينه او مش مستحملينه. وازاي ان هم بقى هيكافحوا مع بعض عشان يكملوا حياتهم بعد ما اهلهم اتوفوا. فيعني هو جايب تفاصيل كتير في المسلسل مخلينا ان احنا قاعدين شايلين همهم، ويعني بنشوف اللي هم هيعملوا ايه. طب انتوا ليه عملتوا كده؟ كل شويه يجي سؤال في بالك، ازاي الناس دي عاشت الفتره دي كلها في الغابه منعزله عن البشر او عن الناس اللي حواليهم. بعد كده كمان تيجي لو هنيجي نبص للموسيقى التصويريه، فالموسيقى التصويريه هنا جباره، هي شامله كل حاجه، تحس بالتنوع اللي موجود فيها. يعني لو المشهد مثلا فيه حزن فالموسيقى لايقه عليه، المشهد فيه فرح موصل لك الاحساس بتاع الفرح فيه. لو هتيجي تتكلم كمان على الطاقم بتاع العمل او الممثلين من اصغر حد لاكبر حد فيهم، كل واحد فيهم عامل الدور بطريقة تقنعك ان هو بيتكلم على طبيعته، ومش حد طالع ان هو بيمثل. كل المشاعر اللي هم بيحسوا بيها هي بتوصل لك بطريقة سلسة جدا، والطريقة بتاعت سرد الاحداث
تحس ان فيها تسلسل ويعني ممتعة كده ومشوقة ليك وانت قاعد بتتفرج. كمان الاخراج بتاع المسلسل ده حلو جدا جدا جدا، فتحس ان هو مسلسل كامل متكامل من حيث القصة، من حيث الاخراج، من حيث السيناريو، من حيث كل حاجة. هو مسلسل حلو جدا، وعشان كده انا برضو بدي التقييم بتاعي للمسلسل ده 9.5 من كتر الحاجات الكتير اللي حلوة فيه. رابع مسلسل هو مسلسل لا تبكي يا اسطنبول، والمسلسل برضو بيتكلم عن حقبة زمنية، ومسلسلات الحقبة الزمنية دايما بتشدني زي ما قلت. وبرضو هنا في المسلسل ده يمكن مهتمين بالتفاصيل بشكل أكبر كمان من مسلسل أمي أنقرة، يعني حتى العربيات مهتمين بيها، والتكلفة بتاعت المسلسل ده عالية جدا، برضو أعلى من مسلسل أمي أنقرة، فعشان كده لازم الريت بتاعه يعلى. فيعني يا رب إن الحلقات الجاية الريت بتاعه يعلى، لأن هو لو لازم يوصل تقريبا ل4 علشان المسلسل يفضل مستمر. والحقيقة ان المسلسل قصته حلوة جدا، بيشدك في الاحداث بتاعه والتسلسل بتاع الاحداث، تحس ان هو ما فيهوش غلطة، جايب لك كل حاجة عن الحقبة الزمنية اللي بيتكلم عليها بكل التفاصيل، تحس ان انت عايش معاهم الاجواء داخل الحقبة دي. وكمان تمثيل سماي فيه على طبيعتها، تحس انها يعني عادي، حد مش بيمثل، تمثيلها حلو جدا ومقبول بالنسبة لك، ان انت حس ان هي حد على طبيعته مش طالع يمثل قدامك. وإيتاش برضو التمثيل بتاعه حلو جدا. الاخراج بتاع المسلسل هو عادي، لان هو نفس النمط اللي دايما الشركات بتاع OMG متعودة عليها، فتحس ان هو ما فيهوش اختلاف. لازم ان هم يحاولوا ان هم يغيروا في الالوان حتى بتاع الاخراج شوية. بالنسبة بقى للاحداث بتاعة المسلسل نفسها، فيعني ممكن كبداية او في بداية المسلسل تحسوا شوية بالملل، لكن بداية من الجزء الثاني من الحلقة بتبدأوا ان انتوا تندمجوا مع الاحداث جدا، وبتبدأ الاحداث بتسلسل، تحس ان هو ما فيهوش غلطة ومستني كل مشهد هيحصل فيه ايه. مع كمان القفلة بتاعة الحلقة الاولى بتديك تمهيد للاحداث اللي هتحصل بعد كده. فالمسلسل من المسلسلات الحلوة جدا اللي اتمنى فعلا ان الريت بتاعه يعلى، لان الميزانية بتاعه عالية، فلو ما تخطاش ال4 للأسف هيتوقف. وهو مسلسل من القصص الحلوة جدا اللي احنا عايزينه يكمل معانا، وعلشان كده انا هدي تقييمي للمسلسل ده 7.5 أو 8. ويمكن بعد كده خلال الأحداث لو كمل معانا الريت ده يعلى بشكل أكبر. ودي كده كانت ال4 مسلسلات اللي أنا كنت حابة إن أنا أتكلم عنهم النهاردة. يا ترى أنتوا بتحبوا أي مسلسل فيهم؟ اكتبولي في الكومنتات، وإيه المسلسل اللي معجبكوش برضو السنة دي اكتبولي في الكومنتات. سلام.